السلام عليكم. اهلا بيكي معايا في نانا شانيل. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طبق شوربه رائع. شوربتنا النهارده بالدجاج، ممكن تعملي معاها اي نوع خضار انت حباه، ولكن شوربه صحيه جدا وطعمها حلو جدا. انا هنا حطيت معلقه زيت زيتون واحده، غسله دجاج عندي ومقطعاه صغير ونقعاه من امبارح او نقعاه الصبح زي ما انت حابه. هو ممكن تنقعيه قبل الشغل بساعه لانه قطع صغيره فهتاخد فيه النقع على طول. بالشكل ده هاخد كمية الدجاج اللي انا حابة استخدمها. انا هنا مستخدمة حوالي 3/4 كيلو صدور دجاج مقطعاها مسحب، مقطعاها صغير. حمرت عندي لسان العصفور بدون اي نوع من انواع الدهون، بدون زيت بدون سمن بدون اي حاجة، بس تحميص كده في طاسة ما تكونش بتلسع على النار بالشكل ده، وايدك فيه هيبقى بالشكل ده احسن بكتير من انك تحطي له اي مواد دهنية. زي ما انت شايفة الحبة بحبتها، وحتى في السوا حلو جدا. نزلت هنا بعد ما حمرت الدجاج شوية في الزيت، نزلت عليه باللسان العصفور بتاعنا، وكمان واخدة بصلة مع فص توم صغير ضربهم في الخلاط مع شوية شوربة بالشكل ده علشان البصل والتوم ما يظهروش في الأكل. هناخد المكونات كلها نسيبها تغلي على النار بالشكل ده، وهنزل معاهم بنص جزراية بشراها او مقطعاها صغير زي ما انت حابة. انا بفضل ابشرها كده، وبالشكل ده بتبقى شوربتنا. بعد ما استوت بحط معاها بهاراتي، بحط معاها زعتر بري، طبعا حلو جدا للهضم الزعتر البري. بنحط معاها دي معلقة زعتر بري جاف، بحط معاها نص معلقة كركم، بحط معاها كل البهارات اللي تحبيها حلوة للمعدة، الهيل، الكركم، الكمون، الزعتر، الحاجات دي حلوة جدا للمعدة وللهضم عامة. بالشكل ده طبق من الاخر ينفع العشاء، ينفع جنب الاكل، ينفع الافطار، ممكن تفطري بيها كوباية منها كده رائعة. لو انتي حابة تاخدي معاها قطعة خبز صحي اللي هو الخبز النخالة ده او طبق خبز الشوربة بتاعنا. ممكن اسمر، تبدلي الجزر بأي حاجة خير انت وبركة. حباها، مش ممكن حابة تحطي تاخدي انواع معاها خضار خبز تاني هي انت مشبعة حباها. جدا كده. انا حبيت اعملها خفيفة النهاردة بالشكل ده، ما فيهاش كتير من انواع الخضار. لو انتي حابة بعملها بانواع تانية كتير، ممكن بعملها بخضار مشكل كمان، برضو ببشره بشر صغير كده علشان هي ما تاخدش وقت في السوا، وكمان علشان اللي حابب ياخد معاه، مش حابب ياخدها قطع ياخدها كده، مش هيحس ان هو بياكل شوربة خضار اصلا. طعمها رائع، حلوة جدا، مش محتاجة تزيين. الطبق وحده بيتكلم عن نفسه زي ما بنقول. طبق شوربة مفيد جدا، وطبعا داخلين على شتاء وكل الناس بتحب تبقى حاجات تدفي. ممكن تعمليه الافطار، ممكن تعمليه العشاء، ممكن يتعمل كده سناكس زي ما انت حابة. طبق من الاخر زي ما بيقولوا، وبسيط جدا وسهل وما فيهوش اي دهون، والاحلى من كده انه صحي. يا رب طبقنا النهارده يعجبكم ويكون مفيد معاكم، واكون قدمت حاجة مفيدة ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسناش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.